السلام عليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا في الفيديو. في هذا الفيديو الإخوان جبت لكم أشنو قال الدولي الجزائري رفيق سطيفي عن المنتخب الوطني المغربي، وكذلك مجموعة من التصريحات ديال اللاعبين سواء حمد الله أو اليامر. بلا ما نطولوا الإخوان ندخلوا ديريكت في التفاصيل. نبداو الإخوان برفيق سطيفي في واحد الحوار ديالو مع قناة القطرية. قال: أتمنى أن تمر المنتخبات العربية الأربعة للدور الموالي من مونديال قطر 2022. هناك منتخب واحد بحسب نوعية اللاعبين الموجودة ومميزاتهم ممكن أن يصعد للدور الأول ويحدث المفاجأة، وهو المنتخب الوطني المغربي. كما عارفين الإخوان الدولي الجزائري السابق رفيق صيفي ديما جي على المنتخب الوطني المغربي، ما عمرو قال عليه شي حاجة خايبة. دابا الإخوان ندوزو لتصريح ديال جواد الياميق اللي قال: دار حوار اليوم طرحت عليه البطولة أحد أسئلة اللي قالت ليه شنو ردة الفعل ديالك في المقابلة ديال مصر وبلجيكا، وكان الجواب ديالو هو كالتالي. قال لهم بالدارجه: المنتخب البلجيكي ما كيخلعناش، حنا كمغاربه والاصل ديالنا قادرين نفوتوا دور المجموعات باذن الله بالمجهود ديال المدرب وكذلك المجهود ديال اللاعبين. ما كنقولوش اننا غادي نربحوا جميع المباريات، ولكن كنتفائلوا خيرا دائما ان شاء الله. بالمجهود ديالنا وبالمجهود ديال اللاعبين وكذلك المدرب قادرين نوصلوا لابعد نقطه في هذا المونديال، وكنتمنى من الجماهير المغربيه يدعمونا من جميع بقاع العالم. دابا الاخوان خليكم مع التصريح ديال حمد الله اللي غتفهموا فيه البلان كامل ديال اللي كانوا دو عليه البارح وكانوا كيقولوا ان عليه نقابه ولا شي حاجه. سمعوا الاخوان مزيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. كيف ذكرت أن الأجواء جد رائعة ما بين اللاعبين وما بين الطاقم التقني، وإحنا الحمد لله مرتاحين مع بعضياتنا، وإن شاء الله نتمنى هذا الشيء أنه يكون دافع لنا في المباريات، على أساس أننا نقدموا أفضل أداء جماعي إن شاء الله، ولما لا إن شاء الله نتأهلوا من هذه المجموعة بإذن الله. فأكيد يعني تظاهرة كبيرة بحال كأس العالم، فجميع المباريات مهمة، وأهمها يعني المباراة الأولى، مباراة الافتتاح. فالمنتخب كرواتي منتخب كبير ومنتخب